كيفاش تتأقلمي مور ما تزوجي سيرتو العروسة اللي ساكنة مع دار العائلة. معكم شيماء، نقدم معكم محتوى تاع روتينات عروسة جديدة، ونقدم لكم نصائح لي فلوق. لأي وحدة راهي تشوفيا متنسيش ديري لي ابوني باسكو راح نولي نبارطاجي معكم بزاف صوالح شابين. قبل ما نبدو نهضروا في الموضوع تاعنا هنايا، شوفوا كنت ما عنديش بزاف ملي جيت من دارنا، وهذيك لاكوافيس كانت في حالة مسكينة كتشف وشتو مع الحمان وكاع هاد الايامات. تما وليت ما نقدش نخدم تما هاد اليوم اللي قررت شغل نقي فيها الصوالح، خليت حتى مع الحشيه شغل كيبرد الحال ولات هذيك النسمه تاع الهواء. عاد نوت بديت نخمر في هاد الصوالح وفي لي كوسميتيك الصوالح اللي نحتاجهم خليتهم، ولي لا دات تاعهم هكا طايله قصتها، لي مكياج لي ناشف تاني قصتو. المهم نظمت الحاله كيما راكم تشوفوا. البنات اللي راكم عرايس جدد وتحشموا بزاف، شوفوا باينه بلي الايامات الولات تولوا تحشموا. تحشموا في الماكله، تحشموا في الدوش، سيرتو اللي تكون تحشم بزاف كيما انا. صراحه الايامات الولا كنت نحشم، ميم هكا كي نجمعوا في الطابله واحده زعما نجو ناكلوا ولا ايا تلقوني كشغل ناكل غير شويه ونقول لهم شبعت، مالغري انا كون عاد ما شبعتش. بصح نقول شبعت، بصح كشغل عزوجتي خلتني نقلع هذيك الحشمه. تجيب لي هكا صوالح تاع ماكله تحطهم قدامي تقول لي هاكي شي ماكولي نورمال. اي انا بديت زعما كينا دخلتها قلت صاي انا وليت من العائله وكاع صاي نبدا نقصر معاهم نضحك معاهم. اي وليت شغل نجمع معاهم، نسي نهدر نضحك. وليت شغل نخمم بلي صاي هذه هي عائلتي، باسكو العروسه دائما كي تخرج من دار اهلها صاي شغل لازم تتأقلم الحياة اللي مور الزواج. شوفوا، وكي شغل جامي تخمو تقولوا بلي صاي غادي كي نتزوجوا حياتنا تبدل، شغل نتوما تولوا تصعبوها على روحكم، تولوا تقولوا سيرتو في دار العائله شغل ما نلقوش راحتنا وكاع. شوفوا سيو كيما كنتوا عايشين في دار داركم مع لا فامي تاعكم، سي تعيشوها مع لا فامي تاعكم الدوزيام. ايوا هذا نهار دوزيام من داك الغدوه صباح خرجت كانوا عندي صوالح، وفي طريقي جات شفت هذا الموعد باسكو راني دايره حسابي ان شاء الله نشري واحد المقامه تاع ضياف. البنات هذا هو الفلوق تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله نبارطاجي معكم صوالح واحد اخرين في فيديوهات واحد اخرين. وما تنساوش ديروا لي ابوني وتخلوا لي كومونتير شباب كيفكم. باي باي.